نظم سكان بلدية تسابيت وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر البلدية مطالبين السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية التدخل العاجل للنظر في قائمة السكن الريفي، والتي يرون أن توزيعها بتلك الطريقة غير عادل، إذ يرون أنه تمييز بالمحسوبية والمحاباة وتكريس الإقصاء والتهميش والتلاعب، حيث تم تكرار بعض الأسماء وإدراج مستفيدين السابقين قصد تغييرهم لاحقا بشكل سري. وضعيتهم مزرية وأسوأ بكثير من عدة مستفيدين، بعضهم لا يزال في مرحلة الخدمة الوطنية، كما أن الاستفادة مست عائلات بشكل كبير في حين تم إقصاء عائلات أخرى معوزة بشكل تام. وعليه التمسوا إعادة النظر في القائمة وتصحيح التجاوزات الواردة فيها مع إشراك ممثل المجتمع المدني واتخاذ إجراءات ومعايير شفافة وتطبيق القرعة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع. تغطية تعليل كرومبت سيبتي. السلام عليكم. هذا الانشغالات نتاع الشيء اللي قاصدوا يروح الوالدين. انا بغيت نشوف شكون له مشرف على هذا التقسيم نتاع ديار السكن اللي راه يخرج. دوك راه ما كان كاعش اللي شاورنا ولا قال لنا واش سكاين، يعني رانا قاعدين في الدار ما عارفين كاع شكون له مشرف عليه ولا شكون اللي يقسم، ومش حاسبين بينا كاع تماما. ما همشينا دايرين على جهه يعني كاننا ماناش مواطنين. عمرو ما يقول لك لا رقيقه ولا غليظه، يعني يقول لك لا صغيره ولا كبيره. يعني قاس يعني الى كان في الفوط يحطونا نفوتوا عليهم ونديروهم يمثلونا ونقولوا انهم راهم يعني راهم يمثلونا ويمثلوا البلاد، ما نشرفوا بهم. ولكن من يجي حاجه يجي شي تقسيم يتفاهموا عليه وحدهم بعضهم ويقسموا كيف بغاو هما. باغي يدوا لهم القرعه قال لك والو، باغي يقسموا لها كذا بالعائلات. اللي صحتها مره نشوفوا اللي صحتها مرتين، نحسبوا اللي صحتها مره، واللي صحتها مرتين نحسبوا اللي صحتها ثلاثه. يسمى دائما يعني كنختار العائلات الثابت، ولكن هذا الشيء ما كان. بغيت نشوف انا دوك بغيت نسول لا نسولوا السيبسار وراها السيد اللي راه مشرف على هذا التقسيم وشكون كلفوا وعلاه ما نتخبروش. حنا المفروض نصيبوا الخبر. كاين بعض الشعب، كاين بعض العائلات اللي ما قادر محتاجه ساكن فيها 4 أفراد ولا 5 أفراد، ما مسوا منها حتى واحد. وين في شفافيه ورا التقسيم هذا لما يقولوا تم الطريق عن شفافيه ووضوح وتاريخ اعضاء، لا تقول هي الاعضاء اللي تقولوا باللي هما مسائل البلاد وهما رجال البلاد ويقولوا باللي هما عندهم السلطه بالتقسيم. واش هذه السياده صارت؟ هذه غابه رانا فيها يا جماعه، سبحان الله العظيم. ماذا بينا الرصيد الوالي بهلول في اقرب يشوف لنا، خاصه بلديه سبيت راهي ماشيه للتهلك يا جماعه. ماذا بينا يشوف لنا الناظر في هذه القائمه هذه غير مقبوله هذه، سبحان الله العظيم. وانا لا استثني شيء واحد من واحد، انا اللي جا خويا بصحته. المهم ماذا بينا الوالي يشوف لنا، يشوف اعاده القسمه وكل شيء باين. القائمه راهي فاضحه روحها، مجرد ما تقرا القائمه يبان لك كل شيء. يبان لك العمي كي يقراها يعرف باللي واش كاين شفافيه، ما كانش وضوح. وماذا بينا من السلطات يشوفوا لنا في اقرب واحد. نحن في اطار تقسيم السكنات ببلديه سبيت، تقسم السكنات تقسيم غير عادل، غير شرعي وغير شرعي وغير قانوني. ما سمعناش باللي جاو سكنات اصلا، حتى سمعنا باللي طلعت لا ليست نتاع القوائم ما كانش. حنا رانا نطعنوا في هذه السكنات هذه اللي تقسمت بهذه الطريقه هذه. كيوصلوا الامور لهذه الدرجه هذه راه تولي فيها مشاكل كبيره. من اجل ان ورانا من هنا من هذا المكان كمواطن نوجه الرساله للسيد الوالي والسيد رئيس الدائره للتدخل لحل هذا المشكل. من هذا الاجتماع امام بلديه سبيت ولايه اضرار، انا كممثل للشعب وظيفتي امام مدرس بولايه البواقي، كممثل للطبقه المقصيه من السكنات الريفيه. كلمتي موجهه الى السيد والي الولايه ووزير السكن، نطالب منهم ونلتمس منهم التدخل بأسرع وقت لإعادة النظر في هذه القسمة التي لم يحضر فيها أي طرف من قسمة داخلية.
وهناك بعض الناس استفادوا وعاودوا استفادوا، وهناك من لم يستفيد. نحن مع الضعفاء ماذا بينا تعاد القسمة من جديد وتعاد القرعة من جديد، وكل واحد اللي يستاهل يدي، اللي ما يستاهلش ما يديش. حنا ماناش ضد حتى واحد، وماناش حاسدين حتى واحد باه ما يديش سكن، لكن كلمتي هنا راها موجهة للجهات المعنية والسلطات. رانا أمام البلدية إعادة النظر في هذه القسمة، وإعادة النظر في طريقة القسمة. إذا كان القرعة غير قانونية يتبعوا الطبقة اللي غير لم تستفيد، والطبقة الدنيا الفقيرة، وبعد ذلك ما يديش واحد اللي دا مره وزوج وثلاثه ويعاود وواحد ما يديش. هذه هي الكلمه تاعي موجهه للسلطات، ماذا بينا ياخذوها بعين الاعتبار. اليوم اللي رانا جينا نحتجوا قدام البلديه على هذا التقسيم تاع السكنات اللي قسموهم بدون علم المواطن. كاين بعض المواطنين اللي يعني تعرض للقمع من ناحيه التقسيم، وكاين بعض التقسيمات اللي يعني ماهيش مقبوله نهائيا، خاصه نهضر على القصر نتاعنا يعني الراس. يعني القوائم هذيك اللي طلعت، القائمه اللي طلعت غير مقبوله نهائيا، وفيها بعض الناس مقصيه تماما، وهذا سبب الاقصاء مجهول. نطلب من السلطات يعني توقيف، يعني تدخل في اقرب الوقت. ومطلوب ثاني من رئيس البلديه الا كان راه يعني انسان في المستوى، مطلوب انه باش لغنا وشاف دايره وسيد الولي لغنا يوقفوا لنا الملفات نتاع السكنات هذو، ويعاودوا دراسه القوائم، ودراسه التقسيم هذه تكون مدروسه بصفه ومرضيه ومقبوله من طرف المواطن. اطالب من السيد الوالي ولايه اضرار ان تدخل سرعه في الى اعاده تقسيم سكن اضرار، لان السكن اللي جا لهنا للثابت راه متقسم كاع عشوائي، متقسم عشوائي وغير عادل. من اعاده التقسيم هذه تقسيم مهم، هذا راه ما كانش اللي راه عاجبه، التقسيم هذا. ثابت كل ما كانش اللي عاجبه التقسيم. حصة السكن اللي تستافد منها ثابت حصة كبيرة، ولكن القسمة غير عادلة. نتمنى من مجلس بلدية ثابت إعادة القسمة وشكرا. أنا نشوفوا في هذا اللاليس هذه اللي داروها ما تقسيم كاع. التقسيم هذا اللي قالوا واحد من الدار يمسوا واحد من الدار، أنا نشوفوا 3 4 5 من الدار. ما كانش واحد من الدار. النساء وين راهم يجوا الديار؟ هجالات، صافي الهجال خير من الرجاله، والقران يقول لك الرجال قوامون على النساء، وإنما الرجال قوامون على النساء. امرأة تعطيها وراجل تخليها، ما كانش منها هذه. التقسيم تاع التجزئات تاع هاد الاراضي اللي جاوا هاد السكنات نشوفوه غير عادل، سيرتو من حيث التقسيم ولا من حيث القصور ولا من حيث الجمال. القصور نتاع من عني الراس حتى لبنطلحه شفناه زعما سواء في حيث الكوانتيتي ولا في حيث السكان اللي يستافدوا، حيث القائمه اللي طالعه نشوفها غير عادله وما يشنيش. من جهته أوضح رئيس بلدية تسابيت السيد بني با عبد الرحمن أن القائمة المشهر عنها هي قائمة أولية في انتظار ضبط القائمة النهائية بعد انتهاء عملية الطعون. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عبد الرحمن بني با رئيس بلدية تسابيت. إذن بدء رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام. إذن أولا نتمن جهود الدولة الجزائرية في البرامج السكنية المتوالية والمتتابعة والمعتبرة، والتي تدل على اهتمامها بالمواطن، وأن المواطن هو مربط الفرس في هذه القضية. بلدية تسابيت استفادت من 500 إعانة لبناء سكن ريفي، زائد 350 تجزئة
اجتماعية بمجموع 850 إعانة بين الإعانة الموجهة للسكن الريفي والإعانة الموجهة في إطار التجزئة الاجتماعية، بالإضافة إلى 160 سكن لو بي جي و40 ترقوي لالبية. إذا بمجموع 1050 وحدة سكنية بمختلف الصيغ استفادت منها بلدية تسابيت. إذا بطبيعة الحال تسير هذا الملف ليس بالأمر الهين. إذن ومع ذلك كنا شرعنا مباشرة بعد تبليغنا بهذه البرامج السكنية في إطار صلاحية المخولة لنا بأولا ضبط مفارز التجزئة الاجتماعية على مستوى كل من بنطلحة 150 قطعة، الهبلة 100 حصة أو قطعة، والمعيز 100 قطعة، بناء على الملفات التي كانت مودعة سابقا لدى مصالح البلدية، وبناء على التعليمات المسدات من الوصاية. كأن على سبيل المثال المستفيد ما يكونش قل من 21 سنة، ما يكونش أكثر من 80 سنة، تفادي الإخوة في القائمة. زيادة على ذلك كنا وزعنا 500 إعانة على مختلف القصور 14 قصر بناء على النسبة السكانية لكل قصرين بناء على إحصاء 2008. إذن بعد ما خرجنا هذه الحصص لكل قصرين كنا استعنا بالسادة سواء أعضاء المجلس الشعبي البلدي، نواب الرئيس، فعالية المجتمع المدني في رفع القائمة الأولية المقترحة. بالرغم من أنه المسؤولية يتحمل رئيس البلدية بناء على القانون، رئيس البلدية يعد قائمة المستفيدين من السكن الريفي، لكن بما أنه الحصة معتبرة ولله الحمد قمنا بإشراك فعاليات المجتمع المدني. بطبيعة الحال نظرا للعدد الكبير للإعانات نجد ربما بعض التجاوزات في بعض المستفيدين. القائمة اللي رفعت إلينا هي قائمة أولية وليست نهائية، كنا نشرناها وسميناها قائمة المقترحة للاستفادة. بطبيعة الحال بناء على التحقيقات الأولية يتم إقصاء المستفيدين، يتم إقصاء ربما المتكررين في القائمة، يتم إقصاء كبار السن، يتم إقصاء الإخوة في نفس القائمة. إذن ونحن الآن بصدد ضبط القائمة النهائية للمستفيدين بناء على الطعون التي تردنا. احنا المواطن البسيط يحسن عونه، ربما كي كانت جانا الحصة صغيرة كانت حصرا على الحالات الهشة، لكن اليوم بما أن الحصة معتبرة من حق كل مواطن يقطن ببلدية سابيت مرتبه يقل على 6 مرات الأجر الأدنى الوطني المضمون أنه يحلم بأنه يستفيد من إعانة الدولة لبناء سكن ريفي، وهو الشيء اللي ربما اللي خلى واحد الضغط كبير على هذا النوع من الصيغ السكنية. إذن للسيان تاع المواطنين من حق المواطن أنه ما يعجبوش الحال، من حقه أنه يعبر على ذلك من خلال الطعن المؤسس، لأن كل مواطن من تسابيت مقيم يخلص قل من 12 مليون من حقه السكن الريفي. عدا ذلك هذا الحمد لله المستفيدين يكونوا يقطنون في البلدية، عندنا اعتبارات كبيرة وخضعنا للتعليمات التي أسديت إلينا بأنه يكون واحد فقط من الدار، نتفاداو التكرار إلى غير ذلك. إذن ونحن الآن بصدد استقبال طعون السادة المواطنين، يتم تشكيل لجنة على مستوى البلدية تدرس هذه الطعون، وفي الأخير نخرج بالقائمة النهائية، والخير مازال لقدام. هذه ليس آخر حصة وليس أول حصة، والخير مازال لقدام. كيف ما جانا هذه 500 إعانة ريفية و350 تجزئة اجتماعية و160 بي جي و40 البيا، مازال ان شاء الله الخير اللي قدام. راك متاكد يا سيدي الرئيس على انه هذه القائمه الاوليه هي قائمه مقترحه؟ بطبيعه احنا كي علقناها في وسط التواصل الاجتماعي علقناها من اجل التصحيح، لانه العدد كبير وارتباطنا بالمواعيد مع الوصايه. انا كي بلغني برنامج وبقى نخليه على مستواي انا لمده شهر، تحسب علي انا كرئيس بلديه، لكن باش نصحح القائمه اول شيء لابد ان تنشر القائمه وشوفها كلها ويكون
واخا بطبيعه الحال الاخطاء يكون فيها التجاوز، هذا عمل بشري، لكن كيفاش نصلحوا لها التجاوز؟ نصلحوه بالعقل. اولا نستقبلوا الطعون تاع الساده المواطنين بلاكوزي، ثم نشكلوا اللجنه ونتبعوا هذه الطعون طعن بطعن واحد بواحد. اللي عنده الحق يديه، واللي ما سالش في هذه الحصه مازال الخير ان شاء الله لقدام. ونعاودها وناكد، هذه راه هي كما نقولوا قائمه اوليه مقترحه، وحتى كينشرناها سميناها القائمه المقترحه. انا نملك القائمه النهائيه، بالرغم من انه هذه الصيغه نتاع السكن الريفي القانون حصرا اعطى الصلاحيه لرئيس البلديه في تعيين المستفيدين، ومع ذلك احنا قلنا على الاقل نخدموا خدمه زينه ونشاركوا معنا الناس، لكن مش معناها انه ربما كل واحد عنده الحق وكل واحد يدينا الضغط باش يكون في القائمه، لانه ربما البعض هذه هي الفكره نتاعو، يقول ندير لا بريسيون على رئيس البلديه باش ندخل في القائمه. انا دي ما عنديش، انا نخدم في اطار القانون، ما عندنا حتى مشكل، رانا ندبروا في الشهر العام، وهذه خدمتنا الحمد لله خاصين عليها، ما زايدين عليها. وهذه القائمه احنا باش ربما باش خرجت للعلن رانا درنا اجتماعات ماراثونيه على مستوى هذا المكتب تقريبا لمده، بمجرد ما بلغونا بالبرنامج فايته 15 يوم، وحنا على هذه القائمه فقط باش نخرجوها في ابهى حله. خرجت القائمه هي قائمه مقترحه. كيفاش نقدروا نحسنوها؟ يبلغونا الناس، الا كان شي واحد اللي مكرم يبلغونا، الا كان شي واحد اللي مسجل في القائمه ربما خاصه اللي استفادوا سابقا وقدام يبلغونا بهم، يتم اقصائهم ويتم التعويض بناء على طعون المدعاه لدى مصالحنا. والابواب راهي مفتوحه، الابواب راهي مفتوحه الحمد لله.